نرحب بكم مشاهدينا الكرام في قناتنا ماروك نيوز تيفي، التي تسعى لتقديم تغطية شاملة وموثوقة للأخبار الهامة على الساحة الوطنية والعالمية. نشكركم على دعمكم وثقتكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مراسيم التوقيع الرسمي لخطاب النوايا لاستضافة كأس العالم 2030 من قبل الاتحاد البرتغالي، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم. مرحبا بكم زملاء الصحفيين. نرحب أيضا بالسادة السفراء وكل الحضور في هذه الندوة، والتي ستسبقها كما قلت سابقا مراسيم التوقيع الرسمي على خطاب النوايا لاستضافة كأس العالم 2030. في البداية نبدأ بكلمة. أولا قبل البداية لابد أن أذكر بأن الترجمة الفورية فهي في متناولكم. القناة الأولى الإنجليزية، القناة الثانية الفرنسية، القناة الثالثة العربية، والقناة الرابعة الإسبانية، والقناة الخامسة البرتغالية. في برنامج هذا الحفل فهناك كلمات ستقدم من قبل رؤساء الاتحادات الثلاث والجامعات الثلاث. البداية سنفسح المجال للسيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليلقي كلمة في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم السيد فرناندو، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد بيدرو، معالي السادة السفراء، أيها الحضور الكريم، ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية. أولا أتشرف وأنا سعيد بأن أرحب بكم في هذه المعلمة الكروية، مركب محمد السادس لكرة القدم، الذي شيد بإشراف فعلي وعناية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. باسم عائلة كرة القدم الدولية والوطنية نجدد تشكراتنا لجلالة الملك نصره الله على هذه العناية التي يحيط بها كرة القدم على وجه الخصوص والرياضة بشكل عام. أرحب بكم ونحن بصدد توقيع اتفاق مشترك لترشيح واحد يجمع 3 بلدان ويجمع قارتين لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، مؤمنين جميعا بأن هذه التظاهرة الرياضية ستشكل استثناء حقيقيا في تاريخ كرة القدم، لسماحها بفسح المجال لتجدد وإنعاش الإرث الحضاري الذي يجمع بلداننا لمدة تزيد عن 10 قرون. ستكون فرصة سانحة لهذه البلدان لتعبر مرة أخرى عن تاريخ مشترك وعن حاضر مشترك أيضا، وعن مستقبل نتطلع إليه جميعا من أجل خدمة القيم الإنسانية والحضارية. واسمحوا لي أن أجدد لكم مرة أخرى عزم المملكة المغربية حكومة وشعبا مجندين وراء جلالة الملك نصره الله، الذي كان السباق لإعلان هذه الظاهرة المرتبطة بتنظيم كأس العالم انطلاقا من كيغالي عاصمة رواندا، مشيرا في خطابه آنذاك إلى نوعية هذه التظاهرة واستثنائيتها بين بعد حضاري يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وبين فرصة سانحة للشباب بين ضفتي هذا البحر، فرصة سانحة للشباب الإفريقي والأوروبي للعمل جنبا إلى جنب لإظهار
الحضارة المشتركة التي أشرت إليها، ولإظهار أيضا القدرات الخلاقة لهذا الشباب لإنجاح تظاهرات من هذا الحجم. نعم، سيتجند المغرب شعبا وحكومة وراء جلالة الملك إلى جانب إخواننا في إسبانيا والبرتغال من أجل خلق فضاء يتسع للجميع دون حصره في حدود جغرافية لم تكن أبدا ولن تكون أبدا سدا في وجه تنامي الحضارة وتنامي الفضائل الإنسانية. سنكون مجندين وراء جلالة الملك نصره الله لجعل هذه التظاهرة أحسن تظاهرة عرفتها كرة القدم عبر تاريخها، خاصة ونحن سنكون بصدد الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم سنة 2030. مرة أخرى مرحبا بكم في مدينة الرباط التي شهدت على الحضارة المشتركة للبلدان الثلاث، والتي ستشهد اليوم إعلانا تاريخيا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب في سجل تاريخ كرة القدم وكأس العالم، تاريخ يجسد إرادة مشتركة لتقديم ترشيح واحد بين ثلاثة بلدان وقارتين يجمعهما التاريخ والحاضر والمستقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذن كما استمعتم للكلمات لرؤساء الاتحادات الثلاث في الحفل الذي سنتابعه مباشرة، وهو حفل التوقيع الرسمي لخطاب النوايا الذي سيبعثه الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا لإثبات الترشيح المشترك بين كل من المملكة المغربية والبرتغال وإسبانيا لاستضافة هذا الحدث العام. الآن سوف نتابع التوقيع الرسمي لهذا الحدث، وهو نية استضافة المشتركة. سنتابع معكم هذا الحفل والتوقيع الرسمي للمصورين بإمكانهم أن يأخذوا صور مباشرة لهذا التوقيع. نذكر بأن هذا التوقيع أو هذه الأشياء تدخل في إطار دفتر التحملات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر مراحل متعددة. آخر أجل في نهاية هذا الشهر لتقديم هذا الملف، وأكيد أنه ينتقل فريق من فريق العمل للحضور إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم لوضع هذا الملف رسميا. الآن صورة تذكارية، بإمكان المصورين أن يلتقطوا الصور إذا أرادوا. إذن كانت هذه الصورة تذكارية للترشيح المشترك بين الاتحادات الثلاث، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجامعة أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم. الآن نفسح المجال للمؤتمر الصحفي، ومدة المؤتمر الصحفي 20 دقيقة كما حددتها اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر، ونتمنى أن تكون الأسئلة مباشرة لكي نفسح المجال أكثر لعدد أكثر من الصحفيين، ونحاول أن ننوع ما بين الإخوان الزملاء الصحفيين القادمين من إسبانيا والبرتغال، وأيضا الزملاء الصحفيين المعتمدين هنا من المغرب في هذه الندوة. أهلا بكم. أهلا السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية. أنا من لو ماتان دو سهارة. إذا إيداع الترشيح سوف يتم مع نهاية فوزي القجع.
إلى السيد فوزي القجع. كنت أقول إن إيداع الترشيح سيتم رسميا مع نهاية شهر أكتوبر. إذن إتمام المشروع سيكون في شهر يونيو. نعلم عدد الملاعب بالبرتغال. نود أن نعرف ما هو عدد الملاعب الذي قدمه المغرب وإسبانيا، لأن هذا هو الذي سيحدد المقابلات التي سيحتضنها كل بلد. شكرا سيد الرئيس. الأهم في الموضوع هو أن البلدان الثلاث في الفضاء الذي سيحتضن كأس العالم فيه ما يكفي من الملاعب القادرة على تنظيم أحسن كأس عالم في تاريخ كرة القدم. هذا هو الأمر المهم. الآن العدد بالضبط أنا كنقول لك غيكون هو موضوع العمل التقني اللي غادي يكون في النهاية. البرتغال سي فرناندو من الأول عبر على أن البرتغال غادي تدخل ب3 ملاعب. سنجد الصيغة النهائية بإضافة الملاعب لا نتاع المملكة المغربية ولا الملاعب نتاع إسبانيا. واللي أهم أن الفلسفة نتاع إعداد هذا المشروع لا تنبني على مواقف مسبقة، هو ترشيح واحد يجمع 3 بلدان وقارتين يمثلان 108 الأصوات داخل منتظم الفيفا. هذا هو المنطق الذي اتفقنا عليه، وهو العامل الذي سيحرك عملنا في المستقبل إلى الوقت اللي غادي نلقاو فيه الصيغة النهائية للملاعب والمباريات والأدوار. اللي مهم وأساسي كما قلت ما كاينش مواقف مبدئية، ما كاينش يعني ثقافة مرتبطة بحدود جغرافية. نفكر في إطار فضاء إن شاء الله. اللي مهم أنه عنده كل المقومات اليوم لتنظيم أحسن كأس العالم في تاريخ كرة القدم. تفضلي. Hola, buenos días. María Traspaderne de la agencia EFE. مساء الخير. ماريا تراسبادرني وكالة تفري الأنباء. عندي سؤالين. أولا سؤال تقني بخصوص اللجنة المكلفة بالترشيح. هل تم تعيين أعضاء هذه اللجنة والجنسيات أيضا؟ وسؤال مشاع بين الرؤساء الثلاثة. وأود أن أطرح سؤالا على السيد فوزي القجع بخصوص ملعب الدار البيضاء. لقد أجريت الدراسات الأولية. هل عندكم فكرة بخصوص أيضا المراحل التي سيقطعها بناء هذا الملعب الذي ينوي المغرب أن ينظم فيها المقابلة النهائية؟ أولا اللجنة التقنية تشتغل وفيها الأعضاء من البرتغال وإسبانيا والمغرب ويشتغلون باستمرار. هي لجنة مفتوحة، كلما دعت الضرورة لتعميق جانب من الجوانب فكل طرف تجيب الناس الذين يشتغلون في المجال. ملعب الدار البيضاء الكبير هو مشروع أولا وطموح اللي كان في البرنامج منذ سنوات. الآن بطبيعة الحال بإشراف ملكي سامي قطع المراحل الأولى. الأشغال إن شاء الله غادي تبدأ فيه مع نهاية هذه السنة وسيكون جاهزا بعد مضي حوالي 2 من الأشغال. هو ملعب يستجيب لمتطلبات الدار البيضاء الكبرى أولا بفريقين عالميين عملاقين، الرجاء الرياضي البيضاوي والوداد الرياضي البيضاوي، لأن قليل من الفرق في العالم تستقطب في كل مبارياتها أكثر من 60,000 متفرج، وبالتالي فهذا الملعب يستجيب لهذه الظروف. وسيكون إن شاء الله أيضا
دعامة إضافية للدعائم الموجودة حاليا في مختلف المدن المغربية، التجهيزات الكروية، باش تعزز هذه الدعائم تاع تنظيم كأس العالم في شكل من الأشكال، والشكل الذي سنتفق عليه في المستقبل، لا مع الإخوان في إسبانيا ولا في البرتغال بحول الله. نعم، بإمكانكم التحدث بالإسبانية أو البرتغالية أو العربية، الترجمة متوفرة، الترجمة الفورية. Eu falo un poquillo de portugués. Je m'appelle Ana Jiménez, je suis la correspondante à la télévision espagnole. Je vais faire la question en espagnol le président de notre fédération. Me gustaría saber. أود أن أعلم منكم هل في هذه الجلسة أتيحت لكم الفرصة بالحديث عن المكان الذي تلعب فيها المقابلة النهائية. هناك من تحدث عن إمكانية إقامة المباراة النهائية في ملعب الدار البيضاء، وفي إسبانيا هناك من قال بأن المباراة ستلعب في البرنابيو بمدريد. سأشرح لك هذه النقطة. هذا الأمر لم يتخذ فيه أي قرار، وقلت في مداخلتي أن أمر تنظيم المونديال يخص الدول الثلاثة. هناك بطبيعة الحال أجندة، وهناك تواريخ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعندما سيتخذ القرار فالجميع سيتعرف على هذا القرار. شكرا.